النهارده بنصور شقة جديدة في قلب مدينة المعادي. الشقة عبارة عن دورين دوبلكس. زي ما انتم شايفين الشقة دي غريبة شوية ومختلفة شوية عن أي شقة دخلناها. الشقة فيها لمسة من الزمن الجميل أو معمولة على الطراز القديم. زي ما انتم شايفين الشقة مستلمينها كده. لو جينا ده الريسبشن، لو طلعنا فوق هنلاقي الغرف موجودة فوق حوالي 3 غرف. الشقة برضو فيها 3 حمامات. طبعا احنا هنضيف في الشقه دي يعني لمسه، مش هنعدل تعديلات معماريه طبعا فيها، هنضيف بس فيها لمسه جماليه من الديكور. هنغير المود بورد بتاعها عموما، هنغير الستايل، هنحاول نغير في الالوان، في الديكورات، في الاساس اللي موجود. عندنا هنا حمام، وعندنا برضو هنا غرفه. الغرفه دي لو شفناها هنا الفيو بتاعها رائع جدا. تمام، وده الفيو الخلفي، يعني ده مش الفيو الامامي بتاع الشقه. لو جينا نبص هنا على الفيو هنلاقي هنا الطريق الدائري، هنلاقي المقطم، هنلاقي الاهرامات. لو دخلنا هنا في الغرفه الماستر برضو فيها حاجه غريبه جدا. اول ما دخلنا غرفه الماستر، لو جينا نبص في غرفه الماستر، طبعا زي ما انتم شايفين الغرفه موجوده قدامنا. الدولاب اللي معمول فيها على نظام البيلت ان. لو فتحت هنا الدولاب هتلاقي هنا دولاب عادي جدا. طبعا في فوق برضه ظرف تخزين، وبرضه هنا نفس الكلام برضه بالظبط. برضه هنا دولاب عادي جدا برضه، وفي فوق ظرف تخزين. الغريبه هنا لما تيجي تفتح هنا الباب هنا هتلاقي الحمام بتاع الماستر. زي ما انتم شايفين الحمام معمول جزء من الدولاب، او معمول بنظام البيلت ان مخفي في قلب الدولاب. ده ممكن تكون حاجه جديده او حاجه اول مره نشوفها. بس احنا هنا برضو مش زي ما اتكلمنا في الاول، مش هنعمل تعديلات، لا تعديلات معماريه ولا حاجه. هنحاول اللي احنا نظبط الالوان او المود كله بتاع الشقه. تعال ننزل مع بعض في الريسبشن ونشوف ايه اللي تم. طبعا الارضيات هنا معموله من الرخام، مقاس تقريبا حوالي 80 في 150 او 160. طبعا الرخام ده كله هيتعمل له اعاده جلي علشان يرجع لمظهره الطبيعي وشكله الاصلي تاني. دي حاجه طبعا مش هنغيرها. برضو هنا الديكورات اللي معموله المكتبه زي ما انتم شايفين كان معمول هنا حجر المايكا. لسه على حسب الديزاين اللي هنعمله ممكن نسيب الحجر ده ونعمل له عمليه تلميع برضو ونغير شكله. تمام، اللي هو مثلا هدهنه بورنيش. الشقه هنا كان فيها نجف كتير وفيها حاجات كتير برضو على النظام اللي هو الكلاسيك. كان اباليك ودلايات حوالي داخله في حوالي مثلا 20 نجفه زي ما انتم شايفين. كل الحاجات دي فكينا السبوتات اللي كانت موجوده كلها هيتم تغييرها برضو. لو جينا نشوف الفيو بتاع الشقه هنا، وده الفيو الامامي بتاع الريسبشن. طبعا منظر روعه جدا وفيو يعني جميل جدا. لو جينا نبص هنا زي ما انتم شايفين الفيو طبعا النيل، الطريق الدائري، الاهرامات قدامنا على طول. طبعا الشقه دي لازم بنستغل فيها كل حيطه او كل حاجه بنحاول نحط فيها اللمسه الديكوريه اللي هي تدي في الاخر احساس جميل علشان يغطي على المنظر الرائع ده. طبعا زي ما انتم شايفين هنا ده المنسوب بتاعه قليل جدا، لسه هنعليه سواء هيعلى حديد كريتال او هيعلى شبريك. انا مش عارف الصوت ممكن يكون واصل، اللي انا سامع هنا العربيات الصوت ممكن يكون واصل او مش واصل لكم المايك مغطي او مش مغطي الصوت. ان شاء الله الشقه دي هنحاول اللي احنا نعمل فيها اللمسه اللي هي تعجب حضراتكم ان شاء الله، ويا رب تعجبكم بعد ما تخلص. وشكرا.